الثلاث حاجات دول هيضمنوا لك ان انت خلاص انت كده تتقبل، الباقي سهل. دلوقتي الجزء بتاع الماستر او انك تعمل ماجستير بره مصر، اوكي، ليه اللي مهتم؟ ايه المتطلبات الاساسيه كسكيلز اللي لازم تكون عارفها قبل ما تقدم اصلا؟ في حاجه اسمها ريكومنديشن ليتر، موتيفيشن ليتر، والسي في بتاعك، تمام. لازم يكونوا موجودين. ثلاثه لازم يكونوا موجودين، تمام. بس فانت في الاول خالص ومحتاج طبعا الايلتس، تمام، ده اساسي طبعا، تمام. فانت في الاول لازم يعني دي حاجه اساسيه تركز عليها، الايلتس، تمام. الباقي سهل، الحاجات دي كلها سهله، الايلتس هي اللي صعبه شويه، تمام. فانت محتاج تكون جايب سكور معين، لان في يعني في منح اصلا يعني هي بتطلب السكور ده، فاهم، اقل منه مش هينفع اصلا، تمام. بس فانت مثلا تكون جايب 6.5 7 حاجه زي كده في الحدود دي، تمام، على حسب كل منحه. هو الفكره فين؟ ان انت لو معكش انجلش هتتواصل ازاي مع الناس التانية؟ ما هي الطلبه التانيين بيتكلموا انجلش، فاهم، فانت تتواصل معاهم ازاي؟ فالانجلش حاجه مهمه جدا. انا يعني لو رجعت في سنين الكليه كنت هركز على الموضوع ده في سنه تانية وثالثه بعد كده الثلاث حاجات اللي قلت عليها دي. بص، هي بكل بساطه يعني الموتيفيشن ليتر، انت عايز تسافر ليه، تمام. فهو بيسالك انت عايز ده تاخد اللي انت ماستر بتكتبه، بره ليه. ده انت بتكتبه. بالظبط، فانت خلي بالك ان هو بيبقى ليه عدد حروف معينه، ولازم يكون يعني فعلا يحفز الشخص اللي بيقراه ده فعلا اللي هو كده، تمام. فمثلا لو انت ناشر بيبر تقول له انا ناشر بيبر، انا كويس في الانجليش، انا بعرف اتواصل مع الناس كويس، انا مشارك في حتى تطوعيه. تكتب الحاجات اللي انت يعني كويس، اللي انت كويس فيها. بيسالك بعد كده انت عايز ليه تاخد منحه، يعني موتيفيشن هو سبب كده. فبكل بساطه انت بتقول له انا عايز مثلا انا ارجع البلد بتاعتي مثلا، يعني كمثال يعني، وافيد مثلا الناس بالمعلومات اللي عندي مثلا، تمام. او على حسب انت عايز تكمل او يعني المهم ان لازم يفهم انت محتاج تسافر ليه، تمام. بعد كده الريكومنديشن ليتر. بص، الريكومنديشن ممكن تاخده من الدكاتره، يعني مثلا يعني دكتور مثلا شايف ان انت شاطر في في الماده بتاعته وهكذا يعني، فيرشحك يعني. برضه خلي بالك ان الريكومنديشن هتكتبه بنفسك وتخليه هو يمضيه، بس طبعا يكون الكلام ده يعني هو مقتنع بيه برضه، يعني الدكتور مش بيمضي وخلاص يعني، لا، يعني هو يكون مقتنع فعلا انت حد شاطر وكده يعني، تمام. بس عشان انت تكتبه بشكل تحاول تركز في كل تفصيله في في الريكومنديشن ليتر ده، تمام. بس الموضوع خلي بالك ان هو بياخد وقت برضه، يعني انت لما بتقدم على منحه فانت بتبدا انك تسافر بعدها بسنه يعني، بعد ما تمام. تقدم بسنه. مثلا حاجه زي كده، يعني انت بتبدا مثلا في مرحله قبول اوليه، بعد كده ممكن يعمل لك انترفيو بعد كده، وكل عمليه بتاخد 3 شهور 4 فهمني شهور كده في المرحله الخطوات اللي بشكل بعدها. مختصر. يعني انت اول حاجه خلصنا الورق، وبعد كده هروح اعمل ايه؟ خلصت الورق بتاعي وخلصت الانجليش والدنيا تمام، جهز الورق بتاعك كله، واي منحه بقى تيجي قدامك ابعت عليها، تمام. بس كل شويه بينزل منح، كل شويه بينزل منح، فانت تقعد تقدم يعني، تكون مجهز ورقك وتعدل بس الورق بتاعك عشان يناسب المنحه. طب بالنسبه لاي حد حابب يقدم بس مم. من بدري خالص، من اول الكليه وعارف انه عايز يقدم، طب حلو. تنصحه انه يعمل ايه بقى الفتره اوكي، ديت؟ اول حاجه انجلش، تمام، ده اساسي. يعني سيبك من اللي انا قلته ده كله، اهم حاجه الانجلش، تمام. عشان ده اللي هيسهل لك الدنيا. اصلا انا دلوقتي انا واقع في المشكله دي، تمام، اللي انا عايز اوصل لسكور معين في الايلتس عشان ابدا اقدم، لان انا مش عارف اقدم، انا السكور بتاعي مش هيأهلني للموضوع ده، تمام. فاول حاجه انجلش، ده اساسي، تمام، ده اول حاجه. اوكي. تاني حاجه الاعمال التطوعيه دي بتفرق معاك، تمام. مش شرط ان انت تتشارك في حاجات كتير جدا زي ما انا عملت كده، يعني على الاقل حتى شارك في حاجتين ثلاثه على الاقل، فاهم. بس تالت حاجة البيبر، أو ممكن نقول تاني حاجة البيبر، تالت حاجة أعمال التطوعية، تمام. البيبر زي ما قلت لك، روح لأي دكتور كده قول له أنا مهتم بالمجال البحثي، عايز أكتب معاك بيبر أو أساعدك في الشغل بتاعك، تمام. هو مش هيقول لك لا، يعني في الغالب يعني أنت حد هتساعده ببلاش، فاهم، فعادي مفيش مشكلة، تعالى يعني، تمام. فبس الثلاث حاجات دول هيضمنوا لك ان انت خلاص انت كده تتقبل، الباقي سهل. الباسبور اي حد ممكن يطلعه، فاهم. الحاجات التانية اللي هي زي مثلا الموتيفيشن ليتر هتعرف تكتبها برضه، ما تخافش يعني. هي بس الفكره في الحاجات اللي انا قلت عليها دي، ركز عليها قوي يعني، الثلاث حاجات دول.